ملك تايلاند الملك راما العاشر يعتبر واحد من أكثر الملوك إثارة للجدل على مستوى العالم. جذب انتباه العالم كله بسبب تصرفاته الغريبة وعلاقاته العاطفية الكثير. الملك عنده 7 أولاد، 5 منهم اتولدوا من مراته الثانية، لكن بعد ما طلقها تبرأ من 4 أولاد من الجوازة دي، وسحب منهم ألقابهم وخلاهم يعيشوا في منفى دائم. المفاجأة إنه احتفظ بأصغر بنته معاه وسمح لها تعيش في رفاهية. ليه عمل كده؟ إيه اللي حصل لل4 أولاد ودلوقتي فينهم؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتضغط على جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد أول ما أنزل فيديو جديد. يلا بينا نكمل. تايلاند لسه فيها ملكية والملك عنده سلطة كبيرة. الملك الحالي لتايلاند هو فاجيرا لونغكورن، اللي تولى العرش بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج سنة 2016. ثروة فاجيرا لونغكورن بتتراوح ما بين 30 مليار ل 45 مليار دولار، وده بيديله رفاهية يعيش حياة فخمة جداً وما فيش حد يقدر يعارضه، لأن انتقاد الملك ممكن يعرضك للسجن لحد 15 سنة. الملك لفت الأنظار بسبب تصرفاته الغريبة. على سبيل المثال، في مرة صدم الناس لما ظهر في ميونخ وهو لابس بنطلون جينز وتيشيرت أبيض، كان نصه عريان، وكل الناس شافوا التاتوهات اللي مغطية معظم جسمه. كمان هو معروف بحبه للكلاب، ولما كلبه البودل المدلل فوفو مات سنة 2016 نظم له جنازة بوذية استمرت 4 أيام علشان يكرمه. ملك تايلاند اشتهر مش بس بتصرفاته الغريبة، لكن كمان بعلاقاته العاطفية. كتير بيسموه ملك زير النساء بسبب حبه للستات. في سنة 2020 وقت الجائحة اتقال إنه كان مقيم في فندق جراند هوتيل زونامبيكل اللي 4 نجوم في جبال الألب البافارية، ومعاه مجموعة من 20 ست. كتير منهم فرحانين إنهم قريبين من الملك، لأن بفضل ده يقدروا يحصلوا على ثروة كبيرة وامتيازات. بس أوقات حياة الستات اللي كانوا زوجات أو جواري الملك بتنتهي بشكل حزين. ما اتجوز لأول مرة سنة 1977 من سون سوالي كيرياكارا، وهي قريبته من الدرجة الأولى من ناحية أمه، وبعد سنة بنتهم اتولدت. ماها غالباً كان مضطر للجوازة دي بسبب أهله، فعشان كده هو في الغالب ما كانش بيحب مراته، ومش غريب إن الأمير فقد اهتمامه بيها بسرعة. هي ما كانتش جذابة لي قوي. هو وقع في حب الممثلة يوفا ثيدا أستوراتسوفادي بسرعة، مع إنها كانت عندها 16 سنة بس. كانت جميلة جداً والأمير حبها من أول نظرة، وبعد شوية بقت عشيقته لأن مراته الأولى رفضت تديله الطلاق. ولسنين طويلة الملك المستقبلي عاش مع الممثلة السابقة كعشيقته، وخلال الفترة دي خلفوا مع بعض 5 أولاد، 4 أولاد وبنت. ما قدرش ولي العهد يطلق مرته الأولى غير فيه سنة 1993، وبعدها بسنة اتجوز رسمياً أم أولاده. لكن الملكة سيريكت أمها اختارت إنها ما تباركش جواز ابنها الثاني، لأنه ساب بنت أختها علشان يتجوز مراته الثانية في الآخر، فبقت واحدة من عامة الشعب زوجة لملك المستقبل. سوغاريني اتمنحت لقب ملكي وتعينت رائداً في الجيش الملكي التايلاندي، وبدأت تشارك في المراسم الملكية. كانوا باين عليهم سعداء وكانوا شبه عائلة مثالية. للأسف سعادتهم ما استمرتش كتير. بعد 2 بس من جوازهم سوجيريني اضطرت تهرب للمملكة المتحدة مع أولادها. ولي العهد اتهمها إنها خانته مع مشير في القوات الجوية عنده 60 سنة، وده خلاه يغضب جداً. علق بوسترات ضخمة في كل القصر عليها تعليقات وصور مهينة لسوغيريني، وكمان إدى كلبه فوفوفو لقب المشير الكبير للقوات الجوية. وطبعاً الزوجين اتطلقوا سنة 1996، وأولادهم اتسحب منهم ألقابهم الملكية وتشالوا من ترتيب الوراثة وتبروا منهم، واضطروا يفضلوا في المنفى للأبد. ومع ذلك فاجيرا لونغكورن قرر يرجع بنته الصغيرة للقصر. يمكن كان بيحبها قوي وما قدرش يسيبها، بس في كمان كلام بيتقال إن حادثة العلاقة تسربت بسببها، وعلشان كده البنت اللي عندها 10 سنين اتخذت من أمها بالقوة وترجعت لتايلاند. الأميرة سريفانافاري رجعت لها ألقابها وكملت تعيش حياة رفاهية، وفي نفس الوقت سوجاريني وأولادها ال4 اضطروا يروحوا يعيشوا في أمريكا سنة 1997، وهناك حصلوا على اللجوء السياسي والجنسية. السنين الأولى كانت صعبة جداً عليهم لأنهم ما كانش عندهم دعم مادي.
الابن الأكبر اضطر يبيع هوت دوغ في سباقات دايتونا 500 عشان يساعد أسرته. وكمان بيقال إنه فاجرة لونغو كورن بعت محققين خاصين بيراقبوهم. رغم المحاولات الكتير، الأربعة أولاد عمرهم ما تسمح لهم يتكلموا مع أبوهم. وفي خطاب موقع من الأربعة مع بعض وقدموه للصحافة التايلاندية قالوا: أبونا عمره ما حبنا ولا عامل إمنا كزوجته، هي كانت عايشة كأنها خادمة، وكل مرة كان يلاقي ست تانية كانوا بيطردونا من البيت. الأميرة سريفانافاري كمان ما قدرتش تشوف أمها ولا إخوتها من ساعة ما مشيوا، ومع ذلك بدأت تهتم بالرياضة بشكل كبير، وبعدها بقت عندها شغف بتصميم الأزياء. واضح إنها سعت للتميز في المجالات دي، يمكن كطريقة للتعامل مع البعد عن أمها وإخواتها. الأميرة تفوقت في رياضة الفروسية والريشة الطائرة، وشاركت في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، وحصلت على جوائز وميداليات ذهبية كتير لبلدها. العائلة الملكية دايماً كانت فخورة بإنجازاتها. في سنة 2007 الأميرة سريفانافاري عملت عرض أزياء خاص بها في باريس، وده كان بداية مشوارها الناجح كمصممة أزياء. على مدار السنين تعاونت مع ماركات مشهورة وأثبتت نفسها كشخصية بارزة في عالم الموضة، وبقت ست ناجحة ومميزة وعصرية. معظم الناس في تايلاند بيحبوها وبيعجبوا بيها. إخوتها كمان كبروا وبقوا رجال ناجحين. الابن الأكبر جوتها فاتشرا حصل على درجة الماجستير في علوم الطيران من جامعة إمبري ريدل لعلوم الطيران. اشتغل في هندسة الطيران في أمريكا قبل ما يحصل على دكتوراه في القانون من كلية توماس جيفرسون للقانون سنة 2010. اتجوز واحدة أمريكية سنة 2013 وخلف منها ولد، الابن الثاني فاتشاري سورن. معاه ماجستير من كلية ستيتسون للقانون في فلوريدا، ودلوقتي شغال محامي. الابن الثالث تشاكري وات خلص بكالوريوس في علم النفس الحيوي من جامعة ميامي قبل ما يكمل دراسة الطب. التحق برنامج الطب ودلوقتي شغال دكتور. الابن الأصغر فاتشاروي حصل على شهادتين بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية والمالية من جامعة ستيتسون. يبدو أنه رغم الدراما العائلية وصعوبات الحياة في المنفى عمرهم ما بطلوا يسعوا وراء أحلامهم ويحققوا النجاح. من غير شك والدتهم أكيد فخورة جداً بإنجازاتهم، ومع كده دايماً كانوا بيتمنوا يرجعوا لوطنهم، وكان عندهم أمل في اليوم ده. وأخيراً في أغسطس 2023 فاتشاري سورن عمل زيارة مفاجئة لتايلاند بعد 27 سنة من المنفى، وتبعه بعدها بفترة قصيرة أخوه تشاكري وات. رجوعهم جذب اهتمام كتير من الناس في المملكة، وأثار تكهنات إنه الأولاد ممكن يرجعوا رسمياً للعيلة الملكية بعد تقريباً 30 سنة من البعد. ومع ذلك القصر ما أصدرش أي بيان رسمي بخصوص الموضوع ده. رجوعهم كمان أثار تكهنات حوالين إذا كان فاتشاري سورن ممكن يتعين وريث العرش، خصوصاً إن أكبر أولاد الملك الأميرة بادرا بدركتيابا اللي عندها 44 سنة في غيبوبة وفرصتها في الشفاء قليلة جداً. وكمان أصغر أولاد الملك الأمير ديبانغ ديبانكورن اللي عنده 18 سنة. في شائعات إنه بيعاني من بعض صعوبات التعلم، وفي ناس تتكهن إنه عنده توحد. تفتكروا ابن الملك المنفي ممكن في يوم يبقى هو الملك؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. وكده نكون خلصنا. لو عجبكم الفيديو وعايزين تشوفوا فيديوهات تانية زيه ما تنسيش تعملي لايك تحت لو الفيديو عجبك، ولو لسه مشتركتش لازم تشتركي في القناة وتضغطي على الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول، لأني بنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفكم في الفيديو الجاي.